المغربلين، الدرب الأحمر، بركة الفيل، درب المهابيل، السكاكيني، العباسية، وغيرها من شوارع وأحياء مصر القديمة. ورا كل اسم من دول حكاية وسر. لو عايزين تعرفوا أصل أسماء الأحياء دي إيه، خليكم معايا لنهاية الفيديو، ويلا بينا نبتدي. أول حي هنبتدي بيه هو حي الدرب الأحمر. بيرجع أصل تسميته بالاسم ده لحادثة مذبحة القلعة الشهيرة بعد قتل محمد علي لكل المماليك في الوقت ده. وبيقال إن المنطقة دي اتملت بالدم، وخدت فترة طويلة جدا للتخلص من آثار الدماء، وعشان كده أطلقوا على الحي ده حي الدرب الأحمر. تاني حي معانا هو بركة الفيل. بترجع قصته لعهد الفراعنة، واللي كان بيعيش فيه مجموعة من الفيلة، واللي كان بيعبدهم أهالي المناطق المحيطة. وكانت لما بتجف الأرض بيبدأوا يصلوا للفيلة دول ويطلبوا منهم نزول المطر. عشان كده سميت المنطقة دي ببركة الفيل بفتح الباء، ومع مرور الزمن سماها الناس بركة الفيل بكسر الباء. المغربلين، السروجية، الإرابية، السقايين، الخيامية، كل المناطق دي موجودة بالقرب من بعضها. المغربلين كان بيسكنها العطارين اللي كانوا بيغربلوا عطارتهم من الشوائب، عشان كده سميت بالمغربلين. أما السروجية فكانت مشهورة بصناعة كل ما يخص الخيول من الحدوات والسروج، عشان كده سميت بالسروجية. أما الخيامية فكان بيسكنها صناع الخيام. والإرابية سميت بالاسم ده لأن سكانها كانوا مشهورين بصناعة الإرب وباعها للسقايين. أما بقى منطقة درب المهابيل سميت بالاسم ده نتيجة وجود محلات كتيرة فيها لصناعة البوظة، واللي كان بيشربها كتير من أهل المنطقة، واللي كانت بتخليهم بيكونوا سكرانين من شربها معظم الوقت. عشان كده سميت المنطقة دي بدرب المهابيل. المنطقة اللي بعد كده هي منطقة تل العقارب بحي السيدة زينب. وبيعود سر تسميتها بالاسم ده إن المنطقة دي كانت منطقة جبلية بتحوي الآلاف من العقارب والتعابين، عشان كده سميت بتل العقارب. ونيجي هنا لحي العجوزة، وهو واحد من أحياء الجيزة. بيعود أصل تسميته إلى نزل هانم بنت سليمان باشا الفرنساوي، مؤسس الجيش المصري في عهد محمد علي. لقبت بالعجوزة لأن نزل هانم أشرفت على بناء جامع العجوزة وكان سنها 90 سنة، وده اللي خلى الأهالي يطلقوا على الجامع والمنطقة بأكملها اسم العجوزة. مدينة الفسطاط، بعد فتح عمرو بن العاص مصر حصلت له قصة طريفة قوي. لما قرر المسلمين الرحيل لقوا عش يمامة على خيمة عمرو بن العاص، وكانت الخيمة اسمها الفسطاط، فأمر الجنود إنهم يسيبوها، ومن الوقت ده سميت بالفسطاط، وبني فيها أول جامع في أفريقيا باسم عمرو بن العاص. حي الظاهر سمي بالاسم ده نسبة للسلطان الظاهر بيبرس. حي السيدة زينب، السيدة زينب حفيدة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وبنت الإمام علي رضي الله عنه. راحت مصر وسكنت المنطقة دي في ضيافة والي مصر اللي تحول بعد وفاتها للضريح الحالي في ميدان السيدة زينب، وانتسب الحي لاسمها حي خان الخليلي. سمي بهذا الاسم نسبة لمؤسسه الأمير جركس الخليلي، وهو واحد من أمراء السلطان برقوق. وبيضم خان الخليلي مساجد ومعالم أثرية وأسواق، وموجود فوق مقابر الخلفاء الفاطميين سابقا. منطقة حوش الغجر، المنطقة دي موجودة خلف سور مجرى العيون في مكان شبه مغمور، وعشان كده كان بيسكن المنطقة دي القبائل الغجرية اللي كانت بتطرد من الصعيد، واللي كانوا بيهربوا للقاهرة عشان يختفوا فترة فيها. حي درب البرابرة سمي بالاسم ده نتيجة نوعية سكانه من البرابرة، سواء كانوا من المغرب العربي أو السودان أو أفريقيا، وكان سكانه بيشتغلوا في الخدمة لأغنياء الأحياء المجاورة أو رجال البلاط الملكي. وأخيرا حي العباسية، العباسية كانت اسمها أرض الطبالة، وكانت من أغنى وأجمل مناطق القاهرة. وفي سنة 1849 أنشأ عباس حلمي الأول سكنات للجيش فيها، ومن الوقت ده سميت بالعباسية. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.